السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ هنعمل حاجة سريعة كده. لو عايزين نقوم نعملها دلوقتي هنقوم نعملها، وهو بسكوت اقتصادي بأقل التكاليف وبدون زبدة وكمان بدون بيض. نص كوباية، بس اهم حاجة ان احنا نعاير المقادير بنفس الكوباية. نص كوباية من السكر، نص كوباية من السمنة السايحة، ونص كوباية مية. كل ده هنضربه في الخلاط لحد ما يبقى زي الكريمة كده، وبعدين نحط عليه 3 كوبايات من الدقيق. حطيت كوبايتين ونص في الاول، وخليت النص التاني من الدقيق لحد ما اشوف العجينه هتحتاج مني دقيق ولا لا. هعجنها كويس قوي واقلب فيها الماده الدهنيه مع الدقيق، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من النشا. ممكن نشيل معلقه دقيق من الثلاث كوبايات قصاد معلقه النشا الكبيره اللي انا حطيتها. ريحت العجينه حوالي تلت ساعه كده في التلاجة، وبعدين طلعتها حطيتها كده على بلاستيك علشان ما تلزقش مني. لقيت المكان كده مش هياخد كل العجينه فقسمتها وحطيت عليها بلاستيك، وهبدأ افردها كده بالنشابة واعملها الاشكال اللي انا حباها. اسهل بسكوت ممكن تعملوه. باي قطاعة عندك بقى هتعملي الاشكال اللي انت حباها، ويكون سمكه رفيع جدا. خلوه رفيع جدا، هو كده كده هينفش كده في الفرن وهيبقى سمكه حلو قوي. بس خلوه رقيق مش سميك. كل اتنين مفيهمش فتحة من النص كده هعمل قصادهم اتنين آه اللي فيهم فتحة من النص، علشان هنحط كل واحدة مقفولة قصاد واحدة مش مقفولة. والاشكال التانية بقى هعملها مربعات كده زي ما انتم شايفين، وهخرمها كده بالشوكة. اضغط عليهم كده بالشوكة عشان ما ينتفخوش جوه الفرن. معايا بقى شوكولاتة اللي هي بنسيحها على مية سخنة كده في طبق، واحط عليه احطه في طبق عليه فيه مية سخنة ونسيحها. بعد ما خرجناه من الفرن كان على درجة حرارة 170، ما بياخدش وقت كتير خالص لحد ما يحمر بس كده. ابدا ازوقه بقى زي ما انتم شايفين كده، او باي حد يعني حسب ذوقكم يعني، بالمربى بقى بالشوكولاته زي ما انتم عايزين، او تاكلوه ساده. فبس الاشكال دي بتفرح الولاد. البسكوت اللي هو بالشوكولاته بقى زي بتاع بره، ويمكن اجمل كمان، طعمه حلو جدا. جوزة الهند بقى، مربى، شوكولاته، زي ما انتم عايزين. والف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. كان معاكم تيسير عبد النور، والسلام عليكم ورحمه الله.